ريال مدريد يقدر يكون هذا الفريق فريق عادي بالنسبة ليك، ولكن أنا لا. هذا الفريق كيعني لي بزاف، العشق الحب سميه كما بغيتي. فاش تسمع شوية من القصة ديالي مع هذا الفريق. سميتي حمزة، ولد المدينة القديمة في كازا. من نهار كنت صغيرة والكرة هي حياتي. كبرت في زنقة كلها دراري، كل واحد فينا عنده فرقته اللي كيشجع. كان عندي صحاب كيشجعوا البارسا، كاين مع ليفربول، اما انا كنت مدريدي. كلشي بدا في واحد العشية، كنت باقي صغير، كنت عندي 10 سنين يمكن. وكان عمي جاي من اسبانيا، جاب لي معاه واحد التوني بيض مكتوبة فيه الرقم 7 وسمية رونالدو. ديك الساعة ما كنتش عارف مزيان شكون هذا رونالدو، ولكن من الطريقة باش كيهضر عليه عمي وعلى الريال مدريد قلت هذه هي الفرقة اللي غنبدا نشجع. من تما اي واحد كيسولني واش برصاوي، قبل كاع ما يكمل هضرته كنقول ليه لا مدريدي. من تما وانا متبع ريال مدريد، وليت كنعرف سميت اللعابه والمدرب وحتى الفرق اللي كنلعبوا ضدهم. كنا كنتجمعوا في القهوه ديال الحومه، قهوه المختار، نتفرجوا في الكلاسيكو ولا ليالي تشامبيونز. بحال انا اللي لاعب، وكنت كنحلم واحد النهار نمشي نتفرج في شي ماتش في البرنابيو. واحسن حاجه في هذه القصه هي ان الريال علمتني الصبر. تعلمت ما نستسلمش، حيت واخا تكون خاسره ممكن تربح في 5 دقائق الاخرى. علمتني نفرح بالرباح ونتقبل الخساره، وعلمتني ندافع على الحاجه اللي كنامن بها حتى للاخر. واليوم انا كبرت شويه، باقي مدريدي، بيتي معلق فيها الشعار ديال الريال والتصويره ديال البرنابيو ورونالدو. وكل ليله كندعي الله يحقق لي الحلم ونمشي نتفرج في الكلاسيكو في البرنابيو وسط الجمهور وانا كنغني معاهم. كانت هذه هي القصه ديالي مع الريال مدريد، الحب اللي عمرو غيموت. الى عجبتك القصه دير ابوني للقناه وبارطاجي القصه مع صحابك اللي عارفهم كيموتوا على هذه الفرقه. وإلا ما كنتيش مدريدي كتب لي في التعليقات الفريق اللي تبغيني نكتب عليه قصه بحال هذه. والمدريديين يكتبوا هالا مدريد، وهالا مدريد تهلا.